وإذا سألك عبادي عني تشريف عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كل الآيات اللي فيها إذا سألك ويسألونك إيش يكون الرد؟ قل. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. يسألونك عن الخمر والميسر؟ قل. كلها فيها قل إلا هذه الآية. لما جاء السؤال هنا في قضية الدعاء بيني وبين عبادي، الله سبحانه وتعالى لم يقل قل. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال فإني قريب. لكن خلينا نركز شوي، لأن ترى مشكلتنا ما هي في إنما نحفظ الآيات، لا نحفظها والواحد يسمعها الصغير والكبير. وين المشكلة؟ المشكلة في إني أنا ما فهمت الآية هذه. وقضية الفهم ما هي بقضية يعني اختيارية. إذا بغيت تعيش صح لازم تعرف ايش قاعد تسوي. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول لا تقربوا الصلاة. لا تقربوا الصلاة. متى يا ربي ما أقرب الصلاة؟ وأنتم سكارى. ليش؟ إيش المشكلة؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى. كلمة حتى هذه كلمة عظيمة، حرف غاية. يعني لا تفعل هذا قبل هذا. حتى إيش؟ تحفظوا ما تقولون، حافظ الفاتحة وحافظ الصور. لا تعلموا. حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعرف انت ايش قاعد تقول. فان احنا نبغى نعرف وش الآية هذه. لما اسمعها انا وانا وراء امام او اسمعها وانا اقرا قرآن ابغى اعلم وش معناها. الله عز وجل ما قال قل لا اله الا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. إيش بعدها؟ واستغفر لذنبك. والله لو عرفت إيش معنى لا إله إلا الله تجد أنك مو مقصر، محلق. تجد أنك تحتاج تستغفر حتى في عدم فهمك لهالكلمة وبالتالي عدم تطبيقك لمقتضاها. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قال أسمع، قال أجيب. تجيب من يا ربي؟ أنا قاعد الحين أبدعو بس قاعد مخطط الحين بكلم أبو حسين أبدق عليه، لأن ما مستحيل يتخلص موضوع هذا عن طريق أبو حسين، مستحيل. أنا حاط بالي كذا. وشيخ بعد أيضا ما فيها قل، ها؟ ما فيها قل على طول. فإني كل الآيات اللي فيها أحكام قل، لكن هذه بيني وبين عبادي، فما أحد ليس هناك لا واسطة أبدا. قال الله عز وجل فإني قريب أجيب. سبحان الله يا أخي، كلام عظيم. تراجع في دائرة حكومية واقف ماسك سرة، ثم تفاجأ بالوزير يقول لك إذا تبغى تعال وأجيبك. لا أنا خلص إيش معك؟ تلتفت اللي عنده شباك؟ لا خلاص، عقلك وقلبك كله هناك لقناعتك، مو لسماعك انه قال ناداك، لا لمعرفتك يقينا ان هذا بيده كل شيء في الوزارة اذا شاء الله. ها فكيف اذا كان قال اجيب دعوة الداعي؟ ايش؟ اذا دعا. ما قال اذا قلبه متعلق بفلان وفلان راح لفلان. هذه اسباب مشروعة، لكن قلبك وين متعلق وان تدعو؟ لا نضحك على أنفسنا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة. يقول لا أنا متوكل على الله أبدا، بس فلان يا أخي ما يرد على جواله. طيب رحنا فيها. طيب وين قناعتك أن الله سبحانه قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا. شوف الجمال في الآيات، شوف التفصيل. إذا دعاني، مو إذا شتت عمره وصى هذا وصى هذا وصى هذا وقلبه بس من فلان اللي يستجيب الله دعاء. ليش؟ بس يعني الشيخ ما تدعو إلى بذل الأسباب بس يدعو؟ يا سلام، هو هذا أعظم أسباب إنك تدعو. أنا لما السبب الأول هذا أعظم الأسباب. نعم. هذه مشكلتنا، احنا مطلعينها من الأسباب. احنا لما تشوف واحد قال لك تقول طيب ادعو الله سبحانه وتعالى، التجئ لله عز وجل، يقول لك طيب وبعدين عطني حل. طيب وهذا وش؟